فطاير الجبنة الخطيرة السهلة جدا وبطريقة حلوة قوي. هنخبزها في الفرن احلى من البيتزا، والطريقة بتاعتها حلوة قوي وجديدة. هتعجبك جدا جدا ان شاء الله. طعمها في حتة تانية خالص. بس قبل ما نبدأ الفيديو زي ما تعودنا ياريت لو اول مرة تشوفيني تشتركي معايا وتعملي اعجاب بالصفحة عشان يوصلك كل فيديو انا بعمله، وكمان تشير الفيديو علشان يوصل لكل حبايبنا ويستفادوا. هتطلع معانا بالجمال اللي انت شايفاه ده، وكمان خفيفة وهشة ومش هتاخد معانا وقت خالص. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول. هنجيب البولة بتاعتنا هنا، وعندي هنا معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر وكمان معلقتين كبار من الدقيق، وهبتدي اجيب كوباية من المية الدافية، ده مج الشاي العادي، وهبتدي اقلبهم مع بعض كويس قوي لحد ما السكر يدوب، وهبتدي ان انا اسيبهم مع بعض. هغطيها واسيبها في مكان دافي لمدة 10 دقايق لحد ما تعمل فقاقيع والخميرة تتفاعل معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. ده كده عندي الخميرة تمام معايا. هجيب عندي كمان هنا نص كيلو من الدقيق العادي متعدد الاستخدامات، وهضيف عليه معلقة صغيرة من الملح، وكمان معلقة كبيرة من اللبن البودر. لو مش متوفر عادي ممكن تستغني عنه. ابتدي اقلب بقى الدقيق مع الملح واللبن مع بعضه كده كويس، وهبتدي ان انا انزل عليه بالخميرة بتاعتي، ونعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس قوي. نعجنها لحد ما العجينة تلم معانا اهو. معايا على جنب بقى كوباية من المية الدافية برضو على جنب عشان هكمل بيها عجن، مش هستعملها كلها، هستعمل نصها بس، وهعجنها كويس لحد ما العجينة كلها تتماسك معايا. واول ما تلم معايا خالص كده، كده خدت مج ونص من المية، هضيف لهم 3 معالق من الزيت، وكمان لو موجود عندك زيت زيتون يبقى احسن. يعني لو متوفر عندك زيت زيتون استبدليه بالزيت ده العادي. كده عجنتها كويس، حطيتها في البولة تاني ورشيت شوية من الدقيق ودهنت وشها كده من الزيت، واسيبها لحد ما تختمر لمدة نص ساعة. كده عندي شكل العجينة بعد ما مر عليها نص ساعة واختمرت وبقت كويسة عندي. هبتدي ان انا اقطعها كده ل8 كور. الكور كده تبقى متساوية عندي اهو، وهبتدي ان انا اغطيها واسيبها لمدة 5 دقايق لحد ما ترتاح معايا العجينة. هجيب رشة من الدقيق وابتدي ان انا افرد عليها العجينة الكور بتاعتي دي بالنشابة بقى او بأي حاجة عندك بتفردي بيها. ابتدي ان انا افردها بشكل مستطيل كده، ما تحاوليش ان انت تفرديها قوي، يا دوبك يكون سمكها سميك شوية. هجيب بقى اي نوع جبن عندك في المرحله دي بقى اللي انت عايزه تحشيه بيها احشيه. لو انت عايزه تحشي اي حاجه احشيها. تمام، انا جبت هنا عندي ميكس جبن، وكمان كنت مقطعه طماطم، وهبتدي ان انا اجيب شويه من صلصه البيتزا كمان حطيتها على الوش كده. لو مش عندك صلصه بيتزا ممكن تحطي شويه من الكاتشب. وهقفل بقى العجينه بتاعتي كويس كده زي ما انت شايفة كده. همشي ورا العجينة لحد ما كلها تتقفل معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو، واحدة واحدة معايا اهو. بسيطة جدا وطريقتها سهلة قوي، مش هتاخد منك وقت خالص اهو. كده تمام قوي معايا. طبعا عندي بقى في صينية مدهونة زيت هرص فيها الفطاير بتاعتي الجميلة دي. هعمل كمان واحدة معاكم اهو. تمام، ما تخليهاش رفيعة قوي، تخلي فيها سمك كده عشان ما تنشفش منك. طبعا انا في الوقت ده بكون مسخنه الفرن. الفطاير دي بتدخل على فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص. ما توطيش النار علشان ما تنشفش منك وما تبقاش طرية. يعني خلي النار عالية عشان تستوي على طول وما تنشفش منك في الفرن اهو. ابتدي ان انا اقفل كده تمام اهو.
هنخلص بقى الكمية كلها الجميلة دي، وافتح بقى من الظهر بتاعها كده فتحة بالسكينة اهو. طبعا عندي الصينية انا دهنة من الزيت، ورصيت عندي الفطاير دي، ابتدي ان انا افتح كده بالراحة. شايفين الجمال؟ والله تحفة اهو. هجيب بقى عندي هنا بيضة، وعليها معلقتين من الحليب، وكمان معلقة من الخل، وهبتدي ان انا ادهن بيها وش الفطاير بتاعي الجميلة دي اهو. ادهنها كده كويس. طبعا احنا مسخنين الفرن زي ما قلنا. تدخل الفرن مش هتاخد وقت معايا خالص. هشغل الفرن من تحت، واول ما تستوي معايا واللون بتاعها يحمر كده، هشغل الشواية لو ما كانتش خدت لون من فوق، بتطلع معايا بالجمال واللذاذة اللي انتوا شايفينها دي. طريقتها بسيطة قوي وسهلة، وبنص كيلو دقيق عملنا شوية حلوين اهو. شايفين الجمال؟ وفطاير هشة جدا ولذيذة. يا رب تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. متنسوش اللايك للفيديو لو عجبكم. مع السلامة.